لما يعتاد الإنسان العزلة وتصبح سلوكياته تلقائية، المفترض أنه إذا كان في عزلة لسبب ما، لغربة، لطبيعة عمل، أيا كان، يجب أن يتعامل في عزلته كما لو كان بين الناس، بمعنى أن يكون ذود في ملابسه ولو كان لوحده، أن يجلس جلسة محترمة ولو كان لوحده. يقول غزالي، وهنا نرجع الغزالي، كلمة جميلة، يقول: على الإنسان أن يتخذ حسن الخلق في عزلته حتى تكون سجية، لئلا تكون عند الناس كلفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مختفي بقالي تقريبا 8 شهور، والصراحة عرفت بده بالصدفة. يعني أنا ما كنتش أعرف إن أنا بقالي كتير قوي كده مش بعمل محتوى. يعني كنت متخيل الموضوع شهر ولا 2، فجأة لقيت الموضوع بيسرح كده. وصلت 8 شهور. دخلت على اليوتيوب بالصدفة بشوف فيديو كده من الفيديوهات اللي كنت أعملها قبل كده، فببص على الوقت لقيت عدى 6 شهور. قلت لا، ان شاء الله هرجع واشتغل على القناه تاني وابتدي انزل محتوى اكتر. وبعدين انشغلت برضو، وبعد كده ببص لقيت عدى 8 شهور. قلت لا بقى، يعني لازم بجد ابتدي ارجع من تاني ان شاء الله، وابتدي اقدم محتوى للناس ال5 6 اللي بيتابعوني يعني. وكنت متاكد ان يعني لازم يحصل كده. ما ينفعش، مش هتفضل اصلا مستمر على طول، ومش تفضل على رتم واحد مستمر فيه، لان دي يعني مش ده الطبيعي، ومش هي دي الحياة. الحياة ups and downs. طبعا انا اختفيت الفترة اللي فاتت دي، وبعدت قوي عن الكونتنت، وان انا اقدم محتوى او اعمل محتوى. مع اني كنت متشجع جدا، لان كنت شايف الناس بتستفيد من المحتوى اللي بقدمه، والناس بتقول كمل، وناس صحابي بيشجعوني. حتى ان ما كنتش عرفت حد من اصحابي ان انا بدات اقدم محتوى وكده. بس هو اللي وقفني صراحه يعني ظروف كتير، منها ان انا انشغلت في كذا بروجكت، ومنها ان انا ما كنتش عارف التزم. وده حقيقه يعني مهما اقول مبررات، فالموضوع يعني ملوش علاقه يعني ملوش علاقه بان انت بقى ايه عندك وقت او لا. هو انت كده كده لو عايز تخلق الوقت هتخلقه. يعني اكيد كل انسان فينا عارف ظروفه، وعارف ان هو بيبقى عنده وقت او لا، بس يعني غالبا كلنا عندنا ساعة ولا ساعتين نقدر حتى ان احنا نشتغل فيهم. بس هو الموضوع كله في الاول والاخر النفسية. انت اصلا نفسيتك قادرة ان انت تشتغل وتعمل حاجة ولا لا؟ ويمكن الفيديو ده انا مش محضر له، انا بتكلم طبيعي جدا، بتكلم عادي يعني من جوايا. فاللي عايز اقوله ان يعني ان شاء الله الفترة الجاية باذن الله نعمل محتوى بشكل مستمر. مش قادر اوعد الناس ان انا ممكن التزم او لا، مع ان انا بحاول، بس ان شاء الله ان شاء الله نحاول نلتزم. خليني اوريك صورة. بص الصورة دي بتقول لك ان الطبيعي ان انت ما تكونش على رتم واحد. الطبيعي ان انت يكون في ups and downs يعني. فانا عارف ان دي هي الطبيعي. يعني ان شاء الله نحاول نلتزم، حتى لو على قدر اقل من اللي بنعمله. يعني بدل ما نعمل حلقة في الاسبوع نعملها كل اسبوعين 3 يعني ان شاء الله. اللي كنت عايز اقوله ان الفترة اللي فاتت ما كانتش يعني فترة راحت هباء كده، لا. انا الحمد لله عملت حاجة كويسة فيها، يعني خدت خطوات كتير الحمد لله كويسة. يعني الحمد لله من جميع النواحي. الواحد بيحاول دايما ان هو يتحسن للأحسن، بيحاول ان هو يطور، بيحاول ان هو يشتغل على نفسه. في حاجات كتير انا طبعي مش بعرف اكمل فيها، وساعات ان انا مش بقدر التزم التزام كامل فيها، بس على الاقل بسيب يعني زي ما نقول حبل ما بيني وما بين الحاجة اللي انا حابب اعملها. ايا كانت ايه هي الحاجة اللي انا حابب ان انا مستمر عليها، بسيب حبل على طول، مش بقطع الحبال كده واقطع الموضوع خالص، لا، بسيب حبل صغير حتى لو عوزت ترجع في اي وقت ارجع. فانا بنصح الناس كلها، يعني اللي بيحب حاجة يعني يحاول ان هو لو مش قادر يواظب عليها بشكل كامل، حتى يبقى بشكل جزئي. وكده في كل النواحي الحياة. يعني مش بتكلم عن حوار المحتوى بس ولا اي حاجة يعني، لا، انا بتكلم عموما. اي حاجة انت بتحبها وعايز تستمر عليها ايا كانت،
حاجة شايفها كويسة وحاول تحسن فيها والكلام من ده، حاول تسيب باب مفتوح حتى لو انت مش بتعملها بشكل كامل، في اي وقت ترجع وتقدر تكمل يعني. فاهم قصدي؟ فان شاء الله باذن الله نعمل شغل حلو الفترة الجاية ان شاء الله. استنوا فيديوهاتنا وتابعونا عشان تشوفوا كل جديد باذن الله. مع السلامة.